ازاي اعرف ان الذكاء الاصطناعي ينفع يدخل في البيزنس بتاعي؟ وايه هي انواع البيانات اللي لو متاحه معايا ينفع ابني عليها نظام ذكي؟ السلام عليكم. انا سيف محمد، ودي تاني حلقه من حلقات سيف لتبسيط الذكاء الاصطناعي. يلا اعمل متابعه وتعالى معايا. في الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن الذكاء الاصطناعي وازاي الذكاء الاصطناعي بدا يدخل في حياتنا وخدنا امثله على ده. في الحلقه دي هنتكلم بقى على الجواب للسؤال التاني، وهو ازاي اعرف ان البيزنس بتاعي ينفع يدخل فيه ذكاء اصطناعي. فخلينا ناخد مثال نكمل بيه باقي الحلقه. ولنفترض انك عندك متجر الكتروني، والمتجر ده بتبيع عليه منتجات زي موقع امازون ونون كده. فانت قررت انك محتاج تبيع عدد اكتر من المنتجات بنسبه 30%، وكان الحل علشان تحقق الهدف ده هو انك محتاج تبني نظام توصيه يعمل توصيه للمنتجات بناء على شخصيه العميل، بحيث لو العميل داخل مثلا عشان يشتري منتج معين انت تعمل له توصيه لمنتج كمان، فممكن بدل ما يشتري منتج واحد يشتري منتجين او اكتر من منتجين. زي مثلا لو حد داخل يشتري موبايل فانت اقترحت عليه يشتري جراب موبايل كمان او سماعه او اكسسوارات الموبايل عموما، وده لانه اكتشف او انت عرفته ان هو فعلا محتاج المنتجات دي. فعلشان تنفذ الحل ده حد اقترح عليك تستخدم الذكاء الاصطناعي. فازاي تعرف بقى ان فعلا الذكاء الاصطناعي مناسب للحل بتاعك ده؟ هتسأل نفسك 4 أسئلة، وإجابة ال4 أسئلة دول هيكون بالتأكيد عليهم، ودول يبقوا أسباب استخدام الذكاء الاصطناعي. رقم واحد، هل الحل بتاعك بيتطلب منطق معقد؟ هل إننا نعمل توصيل للمنتجات بناء على عمليات الشراء اللي قام بيها العميل وشخصية العميل دي أمر سهل؟ بالتأكيد لا، بل بتتطلب منطق معقد من ناحية إنك إزاي تفهم العميل ده وتفهم طريقة اختياره للمنتجات عشان تقدر تحدد إيه أنسب منتج ينفعه وتبدأ ترشحه له، فكده يبقى الحل بتاعنا بيتطلب فعلا منطق معقد. تاني سؤال وهو هل المشروع بتاعك قابل للتوسع؟ يعني مثلا لو انت بتخدم 10 او 20 او 30 عميل فانت هنا ممكن تعمل لهم التوسيع بنفسك بناء على اللي انت شايفه، ولكن احنا حاليا بنبيع مئات او الاف المنتجات لمئات او الاف العملاء، ووارد جدا في اي وقت ان يجي لي عملاء زياده فانا ببقى بخدم الاف من العملاء، فهنا يبقى احنا فعلا المشروع بتاعنا قابل للتوسع. السؤال بقى الثالث والرابع، هل المشروع بتاعك قابل للتخصيص والاستجابه السريعه ولا لا؟ بمعنى انك محتاج التوصيه بتاعتك تكون موجهه لكل عميل بذاته ومناسبه ليه بشكل شخصي، وفي نفس الوقت يكون الرد في لحظات. يبقى كده احنا فعلا بنتطلب التخصيص والاستجابه السريعه. يبقى احنا كده عدينا من اول 4 اسئله، وكده نقدر نقول ان احنا على مشارف ان احنا نستخدم الذكاء الاصطناعي. ولكن قبل ما تقرر هتسال نفسك 4 اسئله تانيين، والمره دي هيكون اجابتهم بالنفي، وهما دول يبقوا اسباب عدم استخدام الذكاء الاصطناعي. اول حاجه، هل احنا نقدر نحلها بالبرمجه العاديه ولا لا؟ لو ينفع نبني كود عادي او برمجه عاديه ينفع انها تحل المشكله دي، فان احنا ندخل ذكاء اصطناعي في الموضوع ده بيعقد المواضيع اكتر مش بيحلها. لكن في حالتنا احنا فعلا ما ينفعش نعملها بالبرمجه العاديه. تاني سؤال وهو هل المشروع بتاعك بيحتاج ان هو يتكيف مع البيانات الجديده ولا لا؟ حيث انه لو هو فعلا مش بيحتاج يتكيف مع البيانات الجديده فاحنا ممكن نحط بعض الشروط البرمجيه اللي هي ممكن اصلا تنفذ الحاجات اللي احنا عاوزين نعملها بدون ان احنا نحتاج نبني نظام ذكي او نستخدم الذكاء الاصطناعي علشان نبني نظام كامل. ولكن في حالتنا احنا فعلا محتاجين نتكيف مع البيانات الجديده. بمعنى ان دلوقتي جالي عميل بيشتري منتجات بشكل مختلف عن العملاء التانيين، او بيعمل اداء مختلف على الموقع عن العملاء التانيين، فده محتاج ان انا اتكيف مع البيانات بتاعته واقدر احدد شخصيته ورغبته في الشراء عامله ازاي بناء على العمليات اللي هو قام بيها من شراء او تصفح للمنتجات. فهنا انا فعلا محتاج اتكيف مع البيانات الجديده. وتالت حاجه، هل انت محتاج دقه 100% ولا لا؟ لان الذكاء الاصطناعي اصلا نادرا لو وصل ان هو يجيب 100% في الدقه بتاعته، فلو انت فعلا محتاج في المشروع بتاعك تكون الدقه 100% فابعد عن الذكاء الاصطناعي، لان انت نادرا لو وصلت لها او استحاله توصل لها اصلا. فلو جينا بقى نعمل اسقاط على المشروع بتاعنا اللي هو المتجر الالكتروني، هنلاقي ان احنا ما ينفعش نستخدم البرمجه العاديه فيه، ومحتاجين نتكيف مع البيانات الجديده، وكمان مش محتاجين ان احنا نوصل لدقه 100%، ممكن عادي دقه 90% او 95% او ما يقاربهم تقضي الغرض كمان وكفايه. يبقى كده مبروك، انت ينفع تستخدم الذكاء الاصطناعي وهتزود يا عم مبيعاتك وتتبسط. طيب انت كده عرفت ازاي تحدد اذا كان المشروع بتاعك ينفع يدخل فيه ذكاء اصطناعي ولا لا. ايه بقى انواع البيانات اللي ممكن نستخدمها علشان نبني نظام ذكي؟ اول حاجه وهي الداتا المجدوله، زي مثلا لو هي موجوده في اكسل شيت. مثلا في عندك عمود فيه اسم العميل، عمود فيه عمر العميل، عمود فيه نوع العميل اذا كان ذكر او انثى، وعمود فيه المنتجات اللي العميل اشتراها وخلافه من المعلومات اللي ممكن تستخدمها فعلا علشان تبني نظام ذكي، وفي حالتنا دي ممكن تستخدمها علشان تبني نظام توصية، طبعا مع زيادة من المعلومات مش المعلومات دي بس. فدي أول نوع وهي الداتا المجدولة.
تاني نوع معانا وهو الصور او الفيديوهات، ودي مثلا ولنفترض انك عندك بقى سوبر ماركت حرفيا على ارض الواقع. فانت هنا ممكن تستخدم الصور بتاعه المنتجات الموجوده عندك في المتجر بتاعك عشان تبني مثلا كاميرا تقدر تتعرف على المنتجات بتاعتك وتقدر تربطها بالسيستم عندك، فتعرف من طريق الكاميرا سعر كل منتج. تقدر تعملها علشان مثلا تعمل نظام بيع ذكي، السيستم بتاعك على طول يدرك ان في حاجه اتاخدت لو العميل بس شالها من مكانها. او مثلا في الفيديوهات انك تعمل نظام ذكي يحدد هل في فعلا سرقه بتتم في المتجر ده ولا لا. ده بشكل سريع عن الفيديوهات والصور. ثالث نوع معانا بقى وهو اللغه، سواء بقى كانت كتابيه او صوتيه. وهنا مثلا لو قلنا ان احنا عاوزين نبني نظام آلي يرد على استفسارات العملاء من طريق الموقع بتاعنا، فاحنا هنا ممكن نبني نظام آلي يقدر يدرك الاسئله اللي العملاء بيسالوها ويقدر يجاوب عليهم بناء على ما تم تدريبه عليه. دول يعتبروا اشهر 3 انواع من البيانات، والفيديوهات اللي جايه ان شاء الله هنبدا ناخد كل نوع من البيانات دي ونبني عليها انظمه مختلفه، زي ان احنا نتوقع حاجه، نصنف حاجه، نتتبع حاجه، وخلافه جدا من المشاريع اللي هنتكلم عنها بشكل مفصل في الحلقات الجايه ان شاء الله. في نهايه الفيديو ده كان الهدف من الفيديو ده والفيديو اللي قبله ان احنا نتكلم بشكل سريع عن الذكاء الاصطناعي، ونحاول ان احنا نكشف الغطاء عن الذكاء الاصطناعي ونبدا نفهم ايه هو الذكاء الاصطناعي وازاي نقدر نستخدمه في حياتنا. الحلقات اللي جايه بقى نبدا نتكلم فعليا على المشاريع اللي ممكن نستخدمها علشان نطبقها في حياتنا وان احنا ننفذها على المشاكل الموجوده عندنا، فنبدا نشوف مشاكل موجوده ونحلها. بس قبل ده هنبدا نشوف اصلا ايه انواع المشاريع اللي ممكن تتعمل بالذكاء الاصطناعي. فما تنساش تشترك ونكمل الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.